تقدري تعمليه باكتر من طعم بنفس العجينه، هتعمليه حلو وحادق. هنعمل النهارده البانكيك بطريقه سهله قوي. لو انت عاوزه تفطري الصبح هتقومي تعمليه وتفطري بيه، ما بياخدش 10 دقايق. عاوزه حاجه حلوه تعمليها لاولادك وهم بيذاكروا، اسهل حاجه ممكن تعمليها والنتيجه هتطلع تحفه. بجد انبهرت النهارده بالنتيجه، يعني طلع سهل قوي في عمايله، وكمان الطعم حلو وهيطلع بالنتيجة دي. هقولك ازاي يطلعهاش وكله فراغات زي ما انتوا شايفينه. الحشوات طبعا زي ما انت عاوزة تاكليه حلو بأي نكهة او بأي حاجة هتاكليه، جبنة وزيتون او هتحشيه نوتيلا. النوتيلا كان طعمها حلو قوي. شايفه عامل ازاي؟ الفيديو حلو قوي النهارده، كل حاجه هقولها لك في الفيديو هتستفادي منها، وهيطلع معاكي النتيجه دي من اول مره. مقادير مظبوطه وطعم خطير. هقولك ايه الطعم، اكتر طعم حبيته ودخل كده في قلبي، هقولك عليه ان شاء الله في الفيديو. لكن كل الاطعم جميله قوي وكان طعمها حلو. حطيت زبده وعسل، اكتر طعم حبيته فعلا، طعمه حلو من كتر جماله انت مش عارفه تميزي الطعم ده يعني ايه الطعم بالظبط، من كتر ما فعلا طالع مظبوط قوي وطعمه حلو. العسل مع الزبده طعمه كان خطير. طبعا الفاكهه بتحطيها اي فاكهه موجوده عندك، بصراحه اللي كانت موجوده عندي النهارده التفاح فحطيته، بيبقى كمان طعمه حلو. طبعا انت بتحطي الفاكهه اللي حباها، وكمان بالجبنه والزيتون، كله طعمه خطير. الفيديو حلو النهارده، ما تنسينيش بس باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي دي المقادير، دي مقاديرنا بسيطه خالص وسهله. عندك بيضتين بس بدرجه حراره المطبخ هتكوني حطاها، واللبن كمان طلعيه يكون بدرجه حراره المطبخ. اول حاجه حطيت 2 بيض، رشه صغيره زي ما انت شايفه كده من الملح، معلقتين سكر. المقادير مظبوطه، امشي عليها زي ما بقولك. لو عندك بقى الكوبايات اللي هي بتاعت المقادير دي حلوه قوي. هحط الفانيليا، اوعي تنسيها زي ما كنت هنسيها، علشان كده بقولك حطي كل حاجه قدامك قبل ما تبداي تشتغلي في الوصفه بتاعتك. حطيت هنا الفانيليا، هضربهم. كل بيضه بتاخد كيس من الفانيليا. عندك السايله هتحطي معلقه. هنا دي كوبايات المعياريه مظبوطه قوي وحلوه قوي، يعني بتبقى موجوده في اي مكان بيبيع مستلزمات الحلواني. هحط كوبايه الا ربع من الحليب. دي اول واحده حطيتها كانت نص، وده كده الربع، يبقى كده كوبايه الا ربع من الحليب. هحطهم وهقلبهم كويس. دي كده المواد السائله كلها قلبتها مع بعض. هبدا انزل بالمواد الجافه. اهم حاجة المواد الجافة قبل ما تحطيها هتنخليها كويس قوي. معلقة من النشا، معلقة واحدة بس اللي هحطها من النشا، ومعايا بيكنج باودر شيف. النوع ده حلو قوي، بحب استخدمه. البيكنج باودر شيف بيديكي نتيجة كويسة. هحط معلقتين، وده بقولك دي النشا اللي استخدمتها، حطيت معلقة واحدة. هحط كمان كوباية وربع من الدقيق. اهي الربع، بوريك ان دي الربع. حطيت كوباية وحطيت ربع. ما عنديش الكوبايات المعيارية، اي مج عندك هتعايري بيه كل المقادير بالظبط كده. هنخله وهبدأ هقلبه كويس. ما حطيتش اي اضافات، المقادير مظبوطة زي ما قلتلك، طلعت القوام مظبوط. طب ممكن يكون زادت شوية منك من غير ما تاخدي بالك. ازاي تعرفي ان هو مظبوط؟ هو ده القوام، شايفينه كده بالظبط، قوامه مظبوط يعني على الشعرة زي ما بيقولوا. مفيش اي اضافات. هسيبه لمدة 10 دقايق. مهم قوي ان انت تريحيه 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. طاسة تكون تقيلة شوية او سميكة شوية هتحطيها وهتوطي النار. فضيت الخليط في اي حاجة تقدري ان انت تصبيها كويس. اول ما احطه هيبدأ يعمل فقاقيع زي ما شفت كده. هقلبه على طول اهو، يعني شايفين كده بتقب ازاي. اول ما قلبتها لقيتها علت على طول وقبت. يعني ما شاء الله الوصفة سهلة. هتبدأي تحطي زي ما انت عاوزة، بينزل معاكي تحسي ان هو تقيل شوية. النار واطية اهم حاجة علشان يستوي على طول. شوف الدرجة عاملة ازاي، الدرجة بتاعته كانت مظبوطة وكويسة. يعني دقيقة واحدة وتبدأي تشوفيه يعني اخد لون ولا لا، علشان ما يحمرش قوي منك. اول ما بقلبه بيقب، يعني انت شايفه بيعمل ازاي، بيقب على طول. انت مش بيقب اول ما بتحطيه، انت اول ما بتقلبيه على الجنب التاني بيقب. الدرجه من فوق احلى حاجه فيه، ان هو من الجنبين بياخد نفس الدرجه. شايفه من فوق ومن تحت درجه واحده. اما بجيبه من بره بلاقي من فوق درجه ومن تحت بتبقى لسعه بسيطه ومش اخد اللون اللي انتوا شايفينه، وازاي قابب وشكله حلو.
من كتر ما هو عاجبني وبيقب معايا مش عاوزه افصل معاكم، يعني كل ما اقول خلاص اخر مره لا بقوم جايه مشغله لكم تاني. ودي كانت اخر طاسه وطلع كله درجه واحده زي ما انتم شايفينه، من فوق زي من تحت. زي ما بقولك 10 دقايق هتدخلي المطبخ هتطلعي حاجه حلوه لولادك، يعني اسهل من الكيك كمان. انت لو جربتيه مش هتجربي تعملي كيك. شايفينه عامل ازاي؟ والدرجه زي ما بقولك من فوق ومن تحت، وهاش ومن غير ولا نقطه زيت ولا نقطة زبدة ولا اي حاجة. لو تاخدي بالك ما حطيتش زيت ولا زبدة، كمان الطاسة وانا بحطها ما حطيتش فيها اي مادة دهنية. هتبداي زي ما قلتلك الطعم اللي انت حباه. حطيت هنا يعني بديل النوتيلا، الجراكن دي بتبقى يعني اخف شوية او اوفر شوية. هبدأ احطها وهقفلها كده، بتتقفل على طول وهتقطعيها. دي يعني الولاد فرحوا بيها قوي. الطعم طبعا الولاد كلها بتحب النوتيلا او الشوكولاتات، الطعم ده حبوه قوي، طعمه حلو. حاجة حلوة زي ما قلتلك هتدخلي وهتعمليها على طول. هنا الطعم اللي دخل في قلبي انا اكتر حاجة هو الزبدة والعسل. من كتر جماله مش عارفة تميزي الطعم ده بيوديكي فين، لا بيوديكي في حتة تانية خالص، بيخليكي فعلا تفصلي تعب اليوم طول النهار. مذاكرتك مذاكرة ولادك بيحتاجوا حاجة حلوة، وخصوصا الثانوية العامة، ربنا ينجحهم يا رب. ادعوا لهم كده ان ربنا ينجحهم ان شاء الله. حاولي اعملي لهم حاجات حلوة وخليها جنبهم علشان تساعدهم كمان على المذاكرة، وتكون حاجة سهلة ما تدخليش المطبخ وتاخد منك وقت. اسهل حاجة ممكن هتعمليها، عاوزين يفطروا الصبح محتارين هتفطروا ايه، هتقومي تعمليها بالليل حاجة سهلة او حاجة سريعة. عاوزين تتعشى هتقدري تعمليها. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، فيديو بسيط وسهل كده. اشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب، اهم حاجة الكومنت الحلو، كومنتاتك بتفرحني قوي. اللي بالشوكولاته كمان، الحاجات اللي بتبوظ دي، الناس اللي بتحب الحاجات اللي بتبوظ دي كتير هتحب الشوكولاته، علشان كده الولاد بتحبها. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.